بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بناتي أخواتي صديقاتي متابعي قناة عالم سمسمة للكروشيه والتريكو، أهلا بيكم. النهاردة هنعمل فيديو عشان خاطر الزراير، ازاي نعمل الزراير بالكروشيه. زي ما انتوا شايفين كده، ده سويتر أو بليزر ألوان كتيرة. في السوق ما لقيتش ألوان مناسبة لدرجات الألوان اللي موجودة هنا، فقررت إن أنا أعمل الزراير من الخيوط المتبقية من البليزر ده. الزراير زي ما انتوا شايفين كده، ادي ده زرار. ثواني بقى نشيل الحاجة بتاعتنا دي كده. الزرار هنا هوت، لو احنا خدنا بالنا هنلاقي هنا في المنتصف لون أبيض والباقي باللون النبيتي. انا ما لقيتش درجات البلوفر دهوت، فعشان كده قررت ان انا اعمل زراير من نفس الخيوط ومن نفس الالوان، فاخترت اللون النبيتي ده. لو احنا هناخد بالنا، هو دي بواقي خيط عندي، دي بواقي الخيط بتاع انا عشان اوصل لي ان انا اعمل السرة بتاعة الزراير باللون دهوت، فانا مش هبتدي باللون النبيتي، انا هاخد جزء من اللون اللي هو الابيض دهوت او السكري، وهبتدي اعمل بيه. هناخد بالنا ان انا هشتغل، طبعا احنا عارفين البداية، حلقة البداية انا بلف بعمل دايرة كده، بخش جوه الدايرة بالإبرة، بعمل سلسلة للتثبيت، هعمل سلسلة كمان للارتفاع. ادي 1 2 ادي 6. هنا انا مش شايفة ان اللون الاخضر ابتدى يظهر كتير قوي عندي، فممكن اخد من الناحية التانية. انا بفك الخيط وبشوف ان هنا اللون الاخضر مش واضح قوي او مش كتير قوي زي الناحية التانية. لو انتي الخيط بتاعك رفيع، انتي ممكن تعملي السرة اللي في النص دوت او الدايرة السحرية دي بلون مع غرز الحشو، وبعدين تدخلي اللون التاني لو الخيط رفيع عندك. لان انا مش هقدر اعمل الحكاية دي هنا، لان الخيط هنا عندي تخين، ولو ربطت فيه خيط تاني هيبقى مديني تخانة جوه الزرار، يعني مش هيبقى الزرار كده زي ما احنا شايفين كده. انا عايزه اوريكم ان الزرار ده هو اساسا انا مركبه على الزرار ده، فشايفين الفرق؟ فده الفرق ده جاي من تخانة الخيط. يعني انا بعد ما بشتغل بروح حاطه الزرار ده جوه في قلب الشغل اللي انا اشتغلته، وبقفل عليه، وبعدين ارجع اثبت الزرار ده هو. فعشان كده الخيوط التخينة انا مش هعرف اعمل فيها الحكاية دي ان انا اربط خيط. ادي اول غرزة حشو، ادي التانية كده. انا عملت 6 غرز حشو، ادي 2 4 ادي 6. هخش في اول غرزة حشو. خدوا بالكم ان انا بخش في اول غرزة، مش بخش في سلسلة الارتفاع اللي انا كنت عاملاها. فادي دي اول غرزة هخش فيها وهطلع بغرزة منزلقة، يبقى عندي المنظر ده. هاخد سلسلة للارتفاع، هخش في اول غرزة هعمل فيها 2 غرزة حشو، ادي 1 ادي 2. كل غرزة من دولت هعمل فيها 2 حشو، فالمفروض يكون عندي في الاخر 12 غرزة حشو، ادي 12. انا بشد ايدي خالص كده،
طبعا احنا برضو شايفين ادي اول سلسلة بتاعة الارتفاع، انا مش هخش فيها، انا هخش في اول غرزة حشو عندي. هعمل برضو سلسلة الارتفاع. السطر نمرة 3 مش هعمل لا فيه لا تزايد ولا تناقص، هعمله هشتغله فوق الغرز اللي موجودة عندي هنا، فهشتغل 12 غرزة. ادي 1، ادي 2، هنلاحظ ان هو ابتدى يقوس، هو بيقوس عشان خاطر انا ما عملتش تزاين، فالمفروض ان هو هيبتدي الغرز اللي موجودة هتبتدي بقى تعملي زي تقويصة بقى كده، هو ده اللي انا عايزاه. خلص بس السطر. المفروض انا يكون عندي 12 غرزة حشو، 2، 4، 6، 8، 10، 12. هاجي اخش في اول غرزة حشو عندي، قلنا ان احنا بنسيب سلسلة الارتفاع دي ما بنخشش فيها، وادي هخش في اول غرزة حشو عندي واعمل واقفل السطر بغرزة منزلقة. هعمل سلسلة ارتفاع تاني. هنا بقى هعمل التناقص بتاعي، هشتغل كل 2 في واحدة، يعني هعمل اخش في الغرزة الاولانية والتانية وهطلع فيهم بغرزة حشو واحدة. يعني ادي لفة على الابرة وهطلع، ادي طلعت الفتلة مش هقفلها، هخش في الغرزة اللي بعديها هعمل لفة على الابرة واطلع، يبقى انا عندي هنا حلقتين. عشان بس انا هنا عندي 3 حلقات، هاخد لفة على الابرة وهطلع منهم هما الاتنين. هخش في الغرزة نمرة 3 هطلع بحلقة، هخش في الغرزة نمرة 4 وهطلع بحلقة، هشتغلهم الاتنين مع بعض. انا كده بعمل التناقص بتاعي. هخش في الخامسة والسادسة وهكذا لحد آخر أما أكمل السطر اللي عندي. هو أنا بعمل التناقص بقى، فهتبتدي الفتحة دي تقل تصغر، فهاجي أروح جاية وواخدة الزرار وأروح حطاه في قلب الفجوة اللي عندي، أو اللي هي الجزء بتاع الكورة، المفروض إن هي بقت عاملة شكلها عامل زي الكورة. هخش برضو في الغرزة اللي بعديها كده اطلع بحلقة، الغرزة اللي بعديها اطلع بحلقة، لفة على الابرة واطلع منهم كلهم، فينها بمنزلقة برضو. وبعدين هقفل بقى كده وهقطع الخيط. المفروض انا بطوله بس شوية كده علشان خاطر اخيط بيه. باجي اروح مدخلة ابرة الكروشيه تحت الاول واحدة هنا، اروح سحبة الخيط ده كده واروح مدخلاه هنا، اجي هسيب دهيت واروح داخلة تحت النمرة 3 واروح داخلة هنا واسحب الخيط بتاعي، هسيب الغرزة، هسيب الغرزة المجمعة دي وهخش في اللي بعديها وهعمل وهشد الخيط بتاعي. انا بعمل كده ليه؟ انا عايزة ادككه عشان خاطر انا عايزة اشده بعد كده عشان اقفل بيه. دي مش هخش فيها، هخش في اخر واحدة هنا عندي. انا كده عايزة بقى ازمهم، فبشد الخيط كده، بحاول اني انا اوسطن الدايرة بتاعت البداية
وبقفلها شوية، بقفلها جامد. بشد الخيط بتاع البداية وبشد الخيط بتاع النهاية عندي بقى بالمنظر ده. هاجي واروح رابطة الخيطين كده مع بعض، اروح رابطة الخيطين كده مع بعض ربطتين. يبقى انا كده خلصت الزرار بتاعي. ممكن انت بقى لو في مثلا فستان سوري او حاجة، ممكن تحطي هنا في النص هنا فص او حباية خرز او اي حاجة، تحطي حوالين منه خرز تاني. هتعرفي تشكلي. عايزة حابة ان انت تعملي كل سطر بلون، يعني انت احنا دي ان احنا استغلينا الخيط والحاجات اللي موجودة، الخيوط بتاعتنا اللي موجودة، وعملنا السرة بتاعت الدايرة بلون مختلف عن اللون اللي بعديها. لو انت ما عندكيش الامكانية دي والخيط بتاعك رفيع، خدي بالك ان احنا ممكن، يعني احنا مش هنعمل نربط الخيوط ونجهز خيوط وحاجات الا في الخيوط الرفيعة، انما الخيط التخين هيبقى صعب جدا ان انت تبتدي ان انت تربطي خيط تاني كل شوية. فاول سطر طلع بلون، السطر اللي بعديه طلع بلون، ممكن السطر اللي بعد منه تعمليه بلون كمان، ويبقى هو ده كده الزرار بتاعنا كده خلص. ما تيجي تثبتيه. ده العروة عندي. باجي ادخل الابرة من فوق لتحت، ابرة التشطيب بدخلها كده وبعدي الزرار من العروة. باجي اخد الخيط التاني وبروح، انا كنت هنا فالمفروض ان انا هو يبقى مثلا هنا كده، اروح مدخلاه الناحية التانية. هقلب الشغل بتاعي كده وهاجي اروح ربطاهم الاتنين مع بعض من تحت، اربطهم الاتنين مع بعض من تحت. هشبك الابرة تاني كأني بقى هنا بقى بثبت زرار عادي جدا. بخش من هنا كده، بروح جايه داخله بقى الشغل بتاعي نفسه بتاع الزرار، اروح جايه وداخله منه كده. ده تثبيت بقى الزرار عادي جدا. وبروح داخله في المكان القديم اللي عندي هنا، ادخل الابره تاني بدخلها في الزرار نفسه، بدخلها بقى في الشغل اللي انا كنت شغلاه، وبطلعها من الناحية التانية. بشد الخيط شوية وارجع تاني اروح مدخلاه مكان. ده طريقة تثبيت ال اسفة، ده طريقة تثبيت الزراير اللي احنا بنبقى شغالينها كروشيه. طبعا انتي بتتحكمي في الزرار، حجم الزرار اللي عندك تبع الحجم بتاع العروة اللي انتي عاملاها. انا كنت مستخدمة زرار اكبر شوية هنا عشان انا عايزاه يبقى مرتفع شوية عشان لما يجي يتعمل في العروة ما يتعبنيش. فبلف الخيط كده حوالين منه شوية، بدخل في اي مكان بقى عندي، مش لازم المكان القديم، بدخل في اي مكان بقى عندي وبروح معديها الناحية التانية. وادي الزرار بتاعنا بعد ما ركب. ممكن نعملها بطريقة تانية، ان انت تعملي الزرار نفسه كله خيط
بس ما بيبقاش متماسك زي ما احنا بنعمله بالطريقة دهيت. فعشان كده انا بستخدم زرار يكون صلب شوية وجامد، بحيث ان الزرار نفسه ما يتحركش، يعني يفضل زي ما هو كده، واخد الحجم بتاعه. يعني مثلا لو انا عملته خيوط بس، من غير ما احط له الزرار ده هو في المنتصف في قلبه، هلاقيه ان ده هيبقى لين كده، ومش هيبقى واخد نفس الشكل. يعني كل شوية هياخد شكل تاني مختلف تبع ما انتي بتستخدميه، او هو تبع ما بيتحرك معاكي، انما هو كده ثابت ونفس الحجم. وده شكل الزراير بعد لما ركبت. اتمنى اني انا يعني اظن ان انتوا شايفين كده ان شكلها جميل. هي الميزة في الزراير اللي احنا بنعملها على ايدينا، ان الزرار يعني انت ممكن تعملي فيه اللي انت عايزاه، عكس الزراير اللي انت بتشتريها من بره جاهزة. الزرار ده هو انت لما بتعمليه، آه بتعملي مثلا عايزة تحطي فيه خرز بتحطي، عايزة تحطي مثلا تعمليه بكذا لون، تعمليه بألوان مع بعضيها. دي كانت ده كان فيديو النهاردة، أتمنى إن هو يكون عجبكم. أتمنى إن أنا أكون وفقت في شرح طريقة عمل الزراير وطريقة تركيبها. اتمنى اللي ما اشتركش في القناه، كنت اول مره تشوفوني، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.